في موضوع آخر، دعا راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة المستثمرين الخواص إلى بعث مشاريع مشغلة بالمناطق الداخلية والمساهمة في جلب الاستثمار الأجنبي. أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خلال أشغال الملتقى الوطني للاستثمار في القطاع الفلاحي الذي نظمته جمعية نما بمدينة الحمامات، أكد على ضرورة تحفيز المستثمرين التونسيين لبعث المشاريع بالولايات الداخلية، كما شدد على دعوة رجال الأعمال في إنقاذ الاقتصاد الوطني والمساهمة في جلب الاستثمار. اللي ينقصنا واللي هو هدف من أهداف الثورة هو تحقيق التنمية، بما هي تشغيل الشباب، بما هي الارتقاء بإنتاجنا، تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وكل مرافق الحياة. في هذا الإطار تنعقد هذه الندوة مع رجال الأعمال من أجل حثهم على الاستثمار، من أجل حثهم على التنمية والمشاركة في هذه التنمية. من جانبه بيّن عبد المجيد الزار رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري أنه من الضروري دعوة رجال الأعمال وتحفيزهم لترويج المنتوجات الفلاحية في الخارج. مسألة الترويج ومسألة تثمين المنتوج الفلاحي، لأنه لو أننا ننطلق الساعة من البداية أنقل لكم أنه عندنا إتلاف ما بعد الإنتاج، معناها اللي بيرت بوست ريكول تقريبا 30%، معناها 30% من المنتوج متاعنا قاعد يتلوح. عندنا مجموعة من المشاريع النموذجية، مثلا مصنع لتعليب زيت الزيتون ومتشان متاع ديفريغو باش نخزنوا فيها المنتوجات الفلاحية ونصدروها للخارج. هذا واختتمت الندوة بمجموعة من الورشات تمخضت عنها وثيقة نوايا الاستثمار التي سيقوم بها عدد من رجال الأعمال في المرحلة القادمة، تتمثل في إحداث 3 شركات خضر وغلل، وإحداث شركة نقل المنتوجات الفلاحية الموجهة للتصدير، وإحداث شركة لجمع وفرز الغلال والخضر الموجهة للتصدير.